انت راجل محترم ومدرب محترم، واي مدرب لازم ليه احترامه. بس انا قلت المعلومه، ما اعرفش الاعلام كله مش واخد باله، او هي بيبقى في اوامر ان ما تتعملش، ان هي فيتوريا معذور. الراجل ما اشتغلش منتخبات قبل كده، وقلتها بس ما حدش يفكر فيها لان الناس بتاخدها كده وتعالى. يعني ايه يعني ايه ما اشتغلش منتخبات؟ شغل المنتخبات مش سهل، موضوع صعب. وبعدين اجي اول ما اروح، يعني ما سيبك من الماتشات التصفيات اللي فاتت ديت، امكانيات المنتخبات احترامي ده مش دي، انما تخش على بطوله كاس بالشكل العام بالشراسه بالجو الافريقي اللي موجود مع اول ما مش سهله. فانا شايف ان هو مخضوض طبعا، وانا قلت قبل البطوله ان هيبقى في خضه ليه، لان الجو العام مش لما تيجي تروح تلعب ماتش رايح وماتش عندك فالدنيا هتبقى سهله، او مش شايف الجو العام. انما جو عام بطوله كاس مع منتخبات شرسه ليها خبرات وليها وقت، ولازم كان يعني هو ليه عذره فيها. يعني الغلط مش عنده، الغلط على ان انت منتخب بحجم مصر. انت المفروض لما تنقي، انت راجل، انت رائد على افريقيا في البطولات، فالمفروض وانت بتنقي مدرب، احنا مش جاي تجرب فيا، نجيب مدرب كبير يعني ليه تاريخ في افريقيا بطولات عشان يقدر، او حافظ الدنيا كلها، او حافظ اجواء افريقيا عشان يقدر يبقى ما يتخضش الخضه دي تروح منه ماتش 2 و3. وممكن نوصل وممكن ناخد البطوله ان شاء الله، بس هتبقى بالصدفه، مش هتبقى فيه خطه زي مثلا السنغال. انا شايف السنغال ليها خطه حتى لو خسر البطوله، بس ليه تكتيك وليه شغل وهم تسلسل، انما انت بالصدفه. فانا عشان كده بقول تاني ان المعذور فيتوريا ان هو ما شافش الاجواء دي قبل كده، ما اشتغلش مع منتخبات حتى شباب ولا ناشئين، اول مره يشتغل دولي مع منتخب كبير بحجم مصر. ممكن كان في منتخبات اللي هي الطيبه الصاعده، ان كان ممكن بتبقى في منح جايه من افريقيا ممكن تودي من اوروبا بتعملها، انما مصر كبيره، منتخب مصر كبير، فلازم كان تبدا معاه كبير، يعني ده وجهه نظر. انما هو ان شاء الله اتمنى اللعيبه الحته دي، وبقولها تاني بكررها، اللعيبه لو عايزه قلبها جامد، والروح اللي احنا متعودين عليها في مصر في 86 و98 و2006 و8 و10، روح اللعيبه مع طبعا موجود اجهزه محترمه جدا، ان شاء الله نقدر نحقق طموح.